أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب. سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي. تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائري. غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما. فهمني العلم وزدني علما وأملا وأدبا وفهما. ربي ليكشف العلوم النافعة وجل حياتي من شقاء مانعا. اكشف لي الأسرار والغوامضا يا خير من كشف سرا غامضا. بجمع جميع ما تفرق اللدى خطي من الخير وصف الخلدا. ليقل لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعظم القلم يا. هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بشر كل من يتوب ولي زواهر أزم الغيوب. قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. صلاة تنصر بها علي بركات قولك. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا نصرا تغفر به لوالدي مغفرة تبدل بها جميع سيئاتهما حسنات وتجعل بها هذه القصيدة وسيلة لهما إلى الجنة التي وعد المتقون بجاه سيد السادات عليه خير الصلوات. وجهت وجهي لمن لي طيا وهب داعيا لوالدي. وجهت وجهي لمن لي طيا وهب داعيا لوالدي. وجهت وجهي له بالحمد ذا توبة من خطئي وعمدي. صل على خير الورى محمدي وآله وصحبه يا صمدي. صل عليه بالسلام واغفري لوالدي والحقوق كفري. صل عليه بالسلام واغفري لوالدي والحقوق كفري. يا من حباني بالمنى فلتعفو عن أبي وأمي بالذي تقديم عن. نجيهما من العذاب والحساب بالمصطفى ومن إليه سنتساب. اكتب له خير صلاة بسلام بآله وعنهما كف الملام. أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما. لك توجهت أروم منك فوزهما وقد رضيت عنك. اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإهادة. نجيهما يا قابل المتابي في القبر والقيام من عتابي. سلمهما معا من الأوجال في النشر والحسر ومن إخجالي. ارحمهما ربي كما قد ربيا لي صغيرا بإمام الأنبياء. نبيك الهادي الورى محمدي صل عليه بسلام سمدي. بجايه العظيم زدني طيا واغفر به لي ولوالدي. وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة. ارحمهما في القبر والقيام والنصر والحسر وزد قيامي. لهب قيام كل ليل بصور ونجني من الغفول والخور. دعوتك اللهم يا مجيب بجاه من بجاهه تجيب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا. هب لي أبي وهب لي أمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا. حط الحقوق والذنوب عنهما بجاهه العظيم ولتكرمهما. سقي الصلاة للنبي بالسلام في آله واللهم كن يا سلام. نقي صحيفتيهما من كل ما يجر ضيفا وامحه وسلما. أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر
نجي جنابي ولتخلد بشري والتقني الحساب يوم الحشر نجي جنابي ولتخلد بشري والتقني الحساب يوم الحشر صفي حياتي اللغا وشري وصفي كلي أنجوا وضري رقيتني بذكري فنجني من العدا والمكر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله وجهت وجهي له ونيتي إرضاءه وهو أجل منيتي أسأله جل بجاه الماحي كوني داردا وذا فلاحي له أموري ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا أوقاتنا له تقلبي في المباح بالشكر والذكر وبالرباح هو الذي يعصمني من الحرام بكل ما جانسه ومن حمام أيقنت بالسفر بالإجابة ثم له أتوب بالإنابة أتى له أتوب من متابي ومن خواتري ومن صوابي حتى له أتوب من متابي ومن خواتري ومن صوابي دعوته وهو جل أكرم من أن يرد سائلا يعتصم العلم والعمل والتأدب والفوز بالحسنى بجاه المتبع له صلاته مع السلام أني منه دين الانشرام له صلاة منه تجلب لي جملة ما أطلبه من ربي هب لي يا وهاب ما أختار دعبا بمن سماته المختار قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أحسن وفهما عنه هدى الإله حاجتي وسندي سيدنا محمد في أبدي وثقت بالله مع المختار محمد وسيلتي للباري الحمد لله على اعتسامي به مصليا على الإمام لله ذي الجلال والإكرام فوضت أمري بسنسام له البرايا يغفر الخطايا منه الهدايا لسوي المسايا والذي يستحسن الرضايا أني في الدارين والبلايا أعطيته جل وعز ظاهري وباطني وتبت من خواتري حتى إليه تبت مما في صغر جنيته لا سيما ما في الكبر دعوته والقلب مني أيقنا بأن يجيب دعواتي زمنا أصحني يوم ثلاثاء الأحد مقتربا بقل هو الله أحد له سماوات والأرض وما بينهما مما بدا أو كتما له تعالى العرش والكرسي والشمس والقمر والدري هو الذي خلقنا وأرسل بوحيه إلى الجميع رسلا أرسل رسله لنا وأنصرا أسأله سبحانه أن يغفر لي وأن يكفر الذي له علي عني ورجوت فضله صرفت قلبي وصرفت جسدي له وديعة له في أبدي مسكت بالكتاب دا إقامة لوجهه صلاة باستقامة دخلت في الدارين في شاد سمد محتجبا بحفظ ربي الأحد بسمد الفرد الذي لم يلد وليس مولودا أميل مقصدي مني له شوق وشكر وردا مسليا على وسيلتي ردا يقودني القرآن والتوحيد وعن سبيل الله لا أحيد لله توبتي بالإقلاع مقتديا بالمنتقى المتاع ديني دين المصطفى محمد صلى عليه الله طول الأبد وثقت بالله وبالرسول ذا توبة إليه من فضولي له كتابي قبل في اختلابي وكان لي بالبشر في ترابي
مني توبة إلى الغفار بسورة الإخلاص في الجهاد يا رب قد أسلمت نفسي في الأحد لك هنا بقل هو الله أحد وجعت لله الكريم الواحد وجي كي أشكر بالقصائد له لساني وله فؤادي وجسدي بالشكر في تمادي دعوته وإنه الوهاب تبت له وإنه تواب وقاني الواقي الذي يدافع عني في الدار نعم النافع لست أخاف خير ربي ولا أرجو سواه وهو حسبي موئلا من سن خير الله يغني أو يضر فذاك في الدار ذو كد ودر يقيني اليقين أن أشرك به شيئا فكل مشرك لم ينتبع كفاني الكافي بجاي الكافي ميلا لخيره وذاك كافي نزعني ربي أني شكوكي في أنه مملك الملوك له الملوك وله الأتباع دل له تابع والمتاع هو الإله الواحد القهار ومالك الملوك والجبار كتبت شاكرا على ما أنعم به علي ها هنا تكرما خص بفضل الله بالإسلام وأذكر الله على إسلامي الحمد لله على الإيمان ثم على الإسلام والإحسان أعبده ولا أزال أشكر وأدرك الميل إلى من يكفر أذكى صلاته مع التسليم على النبي المصطفى الكريم حبيبه وسيلتي إليه محمد خير الورى لديه دعوته بجايه نيل المرام وعصمة لازم وسط الختام الله يا عليم أنت الله ويا خبير ما له أسباب هب لي من لدنك ما نحب يا من له الأمور أنت رب وعافنا والطف بنا ونجنا والتكفنا وكلنا يا ربنا بحرمة الهدي عليه صليا وسلما في صحبه وكليا يا ربنا بسورة الماعون وجيل خيري ضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجور كسري يا ربنا وجه لخير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بديع أنت الباقي لك الأراضي صبوك التباقي صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف سنسم للخيرات من خير سروف وجل به تسمك الخيرات جميعا يا مقي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفئدة الحسان والأكفاء إلا سوى النحو بالإخلاص لي إلى الجنات بالإخلاص رصيد يا صبور سلم بسلام على الذي فاح بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتكفنا بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من خلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه باقي السلام بكل حرف من الحروف بشارة ينمو بها معروف بكل حرف من تي الحروف بشارة ينمو بها معروف وكل الدهر وكن محي وكن لي سايقا فوق مرامي بكن وجل بجاي حياة صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون.